استشارة بعنوان: أختي تستغل ابنتي. أجابت علي المستشارة الأستاذة عائشة الحكمي، نشرت على موقع الألوكة. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي أخت تصغرني، عندها مشاكل نفسية وهي تغار مني بشكل غريب، وتحاول أن تنتزع كل جميل مني، وكانت تفلح أحيانا وتفشل أحيانا، ولكن لم أكن أهتم كثيرا، فالدنيا رخيصة. استطاعت أختي انتزاع ابنتي مني، مع أنها ما زالت صغيرة، فلم تكمل 15 بعد. أصبحت لا تحبني ولا تريد أن تكلمني، بل أحيانا لا ترغب في النظر إلى وجهي. كل طفولتها وبراءتها وجمال نفسها اختفى، وأصبحت مثل أختي، غامضة مقطبة الجبين، كئيبة غير مهذبة. استحوذت أختي على ابنتي وعلى كثير من أبناء العائلة، فتشعرها بأنها مظلومة محرومة. تستغل أوامر الوالدين التي لا تروق لها، فتدعم بها شعورها بالظلم. تظهر لها أنها هي الصدر الحنون، وأنها المخلص الوحيد لما فيه من ظلم وقهر. تدللها بأسلوب مبالغ فيه أكثر منا، فتشعر الطفلة أنها أقرب إليها من أمها. الكارثة أنها بعد أن تتمكن من الطفلة وتصبح نفسيتها مريضة، وشعورها تجاه أمها سلبيا، تبحث عن غيرها. عملت هذا مع أبناء أختي، ولا أريد أن تنجح مع ابنتي، فكيف أعالج ابنتي نفسيا؟ الجواب: بسم الله الموفق للصواب، وهو المستعان. أيتها العزيزة، أسوأ ما في العلاقات مع الأقارب تدخلهم في الشؤون التربوية، والعبرة ليست بعمر المربي أو حالته الاجتماعية أو تخصصه العلمي، لأنه ليس كل كبير قادرا على أن يربي، ولا كل أم مدركة لمفاهيم التربية، ولا كل متعلم ملما بأصول التربية، ولكن العبرة بالفهم الصحيح للتربية، بقطع النظر عن عمر المربي أو حالته الاجتماعية. فإن أساء فهمها من ينتحلها، أساء في تدخله التربوي إلى الفرد الواحد، ثم إلى الأسرة الكبيرة، فالمجتمع الكبير. ولأن الصورة عن علاقتك بشقيقتك وحقيقة تأثيرها على علاقتك بابنتك غير مكتملة لدي، فلن أعقب على هذه الجزئية من استشارتك، وسأكتفي فقط بالجواب على سؤالك بشأن طريقة التعامل مع ابنتك المراهقة لكسب ودها وتعزيز علاقتك بها، وبالله التوفيق. أولا، أوقفي التفكير في طفولة ابنتك وبراءتها وسذاجتها، لأنها الآن لم تعد طفلة على الحقيقة، ومثل هذه النظرة القاصرة لا يحبها المراهق. كونه يشعر الآن باختلاف مرحلة المراهقة عن سابقتها الطفولة المتأخرة، كما يشعر بالتغيرات الكبيرة والسريعة في جسده ونفسيته وطريقة تفكيره، بما يجعله يدرك أنه حقا قد كبر. فليس من العدل إذن أن تتعاملي مع ابنتك على اعتبارها طفلة، وهي ترى معالمها الأنثوية قد برزت بشكل قد يوقعها أحيانا في الحرج مع الآخرين. وفي المقابل، لا تنتظري من ابنتك أن تحسن التصرف دائما كالكبار والراشدين، فالدراسات العلمية الحديثة تشير إلى حقيقة فسيولوجية هامة عن عدم اكتمال نمو الفص الجبهي الأمامي في أدمغة المراهقين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن التخطيط والسيطرة على الدوافع والقدرة على الانتباه والاهتمام. الأمر الذي من شأنه أن يفسر لنا سبب طيش المراهقين وعدم قدرتهم على ضبط سلوكهم وتصرفاتهم واتخاذهم لقرارات حاسمة ومصيرية بشكل غير مدروس. 2. ادخلي عالمها وإن لم يرق لك. هذه الخطوة مهمة جدا لاستجلاب ود ابنتك وثقتها بك، ولاستحكام معرفتك بعالمها وما يجول في فكرها وقلبها الصغير من خواطر وأحلام وهموم. ادخلي إليها من بوابة المشاركة في الاهتمامات والهوايات، مع احترام ذوقها الخاص وأسلوبها الحياتي، وتفهم الاختلاف العصري والفكري والنفسي بينك وبينها، ليصير ذلك منك قربة ووسيلة، فتحدث بينكم المودة والمشاكلة، فتتشجع بدورها على الانفتاح معك والحديث إليك حول أمورها الخاصة التي قد تكون غائبة عنك. 3. يهتم المراهق بنظرة الناس إليه ورأيهم فيه، مع أن كثيرا من تصرفاته المتهورة لا تكسبه حمد الناس ولا استحسانهم لسلوكه،
وحين يشعر أن والديه ساخطان عليه أيضا كحال بقية الناس من حوله، فإن علاقته بأبويه لا تلبث أن تسوء وتفتر. فحافظي عوفيتي على علاقتك بابنتك، ولا تخسريها بكثرة النقد واللوم والتسخط، وقربيها منك من خلال الثناء عليها في وجهها والاعتراف بأوصافها الجميلة وتحبينها فيها، كي تعززي في نفسها تقربك منها، كي تعززيها في نفسها وتقربك منها. 4. اسألي ابنتك عن حالها وكيف تشعر، فإن ذلك يدعوها إلى الكلام والبوح بما في نفسها. والمراهق بحاجة ماسة إلى من يفهمه ويصغي إلى مشكلاته ويتعاطف مع المواقف التي يمر بها. فإن عجز الوالدان عن فهم ابنهم أو ابنتهم والإصغاء إلى همومهما ومشاكلهما وأحلامهما، فسيبحثان خارج البيت عمن يجيد فن الإصغاء إلى الآخرين. 5. يسعى المراهق في هذه المرحلة إلى إثبات نفسه وتأكيد ذاته على نحو قد يفسره الأهل والمعلمون على أنه نوع من العصيان والتمرد وخروج على حدود الآداب والطاعة. ومن هنا ينبغي عليك مراعاة هذه الحاجة النفسية لدى ابنتك المراهقة دون التورط معها في صراعات وجدل عقيم. 6. يحتاج المراهق إلى الشعور بالخصوصية والرغبة في الانفراد، وكذلك إلى مكان يتيح له التمتع بهذه الخصوصية ومساحة زمنية يخلو فيها بنفسه. ومن هنا ينبغي عليك احترام خصوصية غرفة ابنتك ومذاكرتها وحاسبها الشخصي، بعيدا عن التشدد في المراقبة والاعتياض عن ذلك بتقوية الرقيب الداخلي لديها وإيقاظ الوازع الديني في نفسها من خلال المحافظة على الصلاة ومتابعة البرامج والمواقع الدينية والتوعوية. 7. إذا رغبت في أن تعامل ابنتك مقامك العالي بكل احترام فعامليها أنت بكل احترام. أما الصراخ في الوجه والإهانة اللفظية والإيمائية والضرب فمفردات خاطئة جدا يجب عليك إلغاؤها من قاموسك التربوي. 8. الأصدقاء غذاء أرواح المراهقين، ولا بد للمراهق من صديق على كل حال. وهذا الارتباط الحميمي بين المراهق وأصدقائه لا يعني البتة فطور علاقته بوالديه، ولكنه جزء من طبيعة المرحلة العمرية. ولو عدت بذاكرتك إلى الوراء حين كنت شابة مراهقة لتفهمت حاجة ابنتك العزيزة إلى صديقات في مثل سنها يشاركنها الهموم والاهتمامات. فأرجو أن تراعي هذه الحاجة النفسية لدى ابنتك، وألا تضعي نفسك في مقارنة مع صديقاتها، فالأم هي الأم والصديقة هي الصديقة. ومتى وثقت في مودة صديقاتها وحسن أخلاقهن وصلاح دينهن فلا تشددي في هذه المسألة ولا تضيقي عليها في الزيارات والاتصالات. 9. يتعرض مزاج المراهق لتقلبات عدة تجعله في حالة مستمرة من التبرم والقلق والعصبية، وبالإمكان التعامل مع هذه التقلبات المزاجية العارضة بالاحتواء العالي من خلال النزهة العائلية والرحلات الترفيهية والتسجيل في الأندية الرياضية والصحية، فإنها ستشعره باعتدال مزاجه وتحسن كثيرا من علاقاته بأسرته. 10. الدعم المادي والعاطفي للمراهق والتشجيع المستمر له على أداء الأنشطة التي يبرع فيها وتطوير مهاراته وتنمية هواياته وتقديم المشورة له متى احتاج إليها. ولا تنسي الدعاء لابنتك العزيزة أن يردها الله إليك ردا جميلا ويقر عينك بهدايتها وصلاح أمرها، وعسى الله أن يستجيب لدعائك وابتهالك. والله سبحانه أعلم بالصواب، والحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستشارات المختارة منطقات بعناية من مواقع لها قيمتها العلمية والتربوية، ويقوم بالرد عليها نخبة من أفضل المستشارين التربويين، ولكل مستشار منهجه ووجهة نظره، فالرد على الاستشارات يرجع للمستشار ولأفكاره وقناعاته مع الالتزام التام الكامل بالضوابط الشرعية. ورد المستشار يعبر عن وجهة نظره هو وليس بالضرورة
أن يعبر عن رأي القارئ الاستشارات المستشار التربوي يحيى البوليني، ولكل مستمع للمادة الصوتية أن يتفق أو يختلف حول تقييمه للرد والرأي. وكشأن كل الاستشارات، فرد المستشار رد توجيهي وليس إلزاميا لأحد. اشترك معنا في قناتنا بالضغط على اشتراك لكي يصلك كل جديد على قناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.